السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد، وفيديو اليوم عن الفنان رامز جلال الذي تصدر اسمه صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية بسبب انتشار شائعة فقدانه لبصره في عينه اليسرى واعتزاله التمثيل بعد تعرضه لهذه الإصابة. وحسب الشائعات فإن الفنان رامز تعرض لها أثناء تصويره برنامج المقالب الذي سيعرض في شهر رمضان المقبل. الفنان من جانبه لم يعرض بالتأكيد أو النفي عن الأخبار المنتشرة عنه، فيما ردت الفنانة نهال عنبر وهي المسؤولة عن الملف الصحي بنقابة المهن التمثيلية بمصر بأن الأخبار المنتشرة مجرد إشاعات زائفة لا أساس لها من الصحة. فيما أعرب نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي عن استيائه الشديد من انتشار هذه النوعية من الشائعات عن الفنانين، وأكد أن هذه الشائعات عارية تماما من الصحة حسب ما ذكر في تصريحات لبرنامج إيتي بالعربي، وأن الفنان رامز بصحة جيدة وأنه قد تواصل معه قبل ساعة فقط. أما بعض الرواد فقد وصل بهم الحد إلى التشفي بالحالة الصحية للفنان، لأنه بحسب زعمهم جزء من عقاب الله له. فيما أكد جزء الكبير من الرواد على أن هذه الشائعة مفتعلة الغرض منها الدعاية لفيلمه الجديد والذي يحمل عنوان أخي فوق الشجرة. الفيلم من تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، وإنتاج وليد صبري، ويضم الفيلم أسماء لامعة مثل نسرين طافش، حمدي المرغني، ومحمد ثروت. وكان قد شارك الفنان رامز جلال مؤخرا متابعيه ببوستر فيلم أخي فوق الشجرة، وذلك عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، وعلق قائلا: بسم الله وتوكلنا على الله، وربنا يكملها على خير ويتممها بالستر، فيلم أخي فوق الشجرة.